تخيل معايا كده انك قاعد على قهوه او كافيه بره البيت ومعاك الكمبيوتر بتاعك في ايدك، تقدر تتحكم فيه او تشتغل من عليه او تطفيه او تعمل اي حاجه. وعشان الطريقه دي تنجح محتاج اول حاجه الكمبيوتر بتاعك يكون متصل بالنت سواء واي فاي او لان، والموبايل بتاعك يكون متصل بالداتا او الواي فاي ومش لازم يكون على نفس الشبكه. من اي مكان في الدنيا تقدر تتحكم في الكمبيوتر بتاعك. ثالث واهم شرط ان الكمبيوتر والموبايل بتاعك لازم يكون عليهم نفس الحساب بتاع جوجل. اول حاجه هننزل برنامج اسمه كروم ريموت ديسكتوب، نفس الكلام على الكمبيوتر، هتروح تكتب على البراوزر كروم ريموت ديسكتوب وهتفتح اول لينك. بعد كده هنروح على اعداد امكانيه الوصول عن بعد وهندوس على علامه الداونلود، وبعد كده هتبدا تضيف الاكستنشن. بعد ما هتضيفها هيطلب منك تحط اسم وباسورد للجهاز بتاعك، وكده الجهاز بتاعك بقى اونلاين. هتروح تفتح البرنامج بتاع الموبايل وهتلاقي الجهاز بتاعك متصل. اول ما هتدوس عليه هيطلب منك الباسورد اللي انت حطيته على الكمبيوتر، واول ما هتكتبه هتلاقي الكمبيوتر فتح معاك. ودلوقتي هتقدر تتحكم في الكمبيوتر او تقفله او تعمل اللي انت عايزه، او ممكن توصل ماوس وكيبورد وتشتغل عليه عن بعد. بس كده، فولو لايك لمحتوى اكتر.